ست البنات، يا ترى مين؟ أمنا وفخر جنسنا، أمنا العذراء مريم. الحقيقة قال عنها سليمان: بنات كثيرات عملن فضلا، أما أنت ففقت عليهن جميعا. وقالت عنها إليصابات: مباركة أنت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك. أصلها ست البنات. أيام كلها فيها طلب لشفاعة أمنا العذراء، والصوم المقدس اللي ربنا يدينا فيه نعمة إننا فعلا نفهم إزاي نصوم علشان خاطر ربنا ونقوي علاقتنا بالقديسين اللي على رأسهم أمنا العذراء مريم الثيوتوكوس والدة الإله القديسة. وكمان بنسبح في تسبيحة الأربع في السوتوقية ونقول عنها: اطلع الآب من السماء فلم يجد من يشبهك، عشان كده أرسل وحيده أتى وتجسد منك. يا ترى مين اللي اطلع الآب وهو الإله العظيم على كل الأجيال اللي جت واللي لسه هتيجي ملقاش من يشبهك؟ لأنها ست البنات. فرصة جميلة وإحنا داخلين على صيام أمنا العذراء مريم نقف في محطات نشوف فيها أمنا العذراء مريم ونتأمل في حياتها ونفهم بالراحة ليه هي كانت مختارة من ربنا، لأن فضايلها واضحة وظاهرة. اللي يقعد كده يتأمل فيها وفي جمالها في طباعها كل حاجة فيها يكتشف قد إيه إنها ست البنات. بما إن ربنا أعلن لكل البشرية إنها قديسة وإنها مختارة، فبالتالي لازم نراقب خطواتها ونراقب كلامها ونتأمل فيه عشان نطلع من وراء الكلام ده بمنفعة روحية لينا ولحياتنا. تابعونا في سلسلة ست البنات، هنتكلم كتير عن العذراء، ويا رب الكلام يوفيها، ويا رب الوقت يسمح عشان نتكلم في فضايلها الحلوة وجمالها. أصلها ست البنات.